معانا على التليفون الاستاذ احمد مرتضى منصور، طبعا عضو مجلس اداره نادي الزمالك. استاذ احمد ازي حضرتك؟ استاذ خالد ازي حضرتك؟ تمام. كابتن خالد ازي حضرتك؟ اتفضل. كابتن خالد معلش بس انا في مكالمه كانت اخر حاجه، فهي دي اللي تهمني بقى اكتر من نادي الزمالك على نقابه الصحفيين على مصر كلها. الاستاذ محمد صيام قال لي بيقول مش عارف يكاد الشك ريبه ومش عارف ايه حاجه كده يعني. فهل هو يقصدني انا بس الاول عشان افهم؟ لا هو تقريبا حد قال له امبارح، قال هو مين اللي قال الاستاذ احمد ان انا اقصده، فقلت له استاذ احمد ولا يقدر يقصدني يا استاذ خالد، ولا هو يقدر يقصدني. طيب اسمعني بس، اسمعني يا احمد بس اكمل. اسمعني يا كابتن خالد، انا خايف نطاق ان هو يقيمني او يقصدني او خارج يعني، ولا يتهمني ولا يشبه اتهام ليا. هو قال ان فيها 5 أندية، ولا هو ولا النقابه ولا حد يتهمني ولا يقصد ولا يفكر ولا يلمح ولا من حقه ولا يقول ولا كلمه هو موجود. فبعد اذن حضرتك، اولا انا ما كنتش بتكلم بصفتي ان هو يتهمني، لانه ما يجرؤش يتهمني ولا يقدر، ولا هو ولا اللي خلقه، استغفر الله العظيم، ولا اللي جابه يعني. خلاص؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لان هو اتهمني بالرشوه. خد بال حضرتك، هو اتهمني بالرشوه. استغفر الله العظيم. لا هو لم يتهمك بالرشوه. لا هو اتهمني بالرشوه. فبعد اذن حضرتك لو سمحت، اذا كان الزمالك هيعرضني للاهانه من اي حد كان، فانا بعتذر عن ان انا اكون عضو مجلس اداره نادي الزمالك. فانا بطلب من حضرتك دلوقتي تطلب الاستاذ محمد صيام يعمل مداخله معايا، عشان انا عايزه يوضح لي يقصدني ولا لا.